ألو، كنت عايزة أحجز كورس سواقة. تمام وحضرتِك حابة تبدأي إمتى؟ عايزة أحجز الكورس الأسبوع ده عشان الأسبوع اللي جاي هاسافر بالأولاد وأنا اللي هاسوق بيهم. معقولة الكلام ده؟ المكالمة دي مش أول مرّة تيجي لي، اتكررت معايا وكذا مرّة بالاقي بنات أو ستات يكلموني وتبقى عايزة تتعلم السواقة في خلال أسبوع، وعلى الأسبوع اللي بعده أو الأسبوعين بالكتير وتبقى عايزة تسافر، وهي اللي هتسافر بأسرتها، بأولادها، بزوجها، وهي اللي هتسوق وبتسوق مسافات كبيرة، وكمان بتروح حتت بعيدة. الفكرة كلّها إن الموضوع ده في منتهى الخطورة، ما فيش حاجة اسمها أنا هاخد كورس سواقة وبعدها على طول هانطلق وهاسافر. أهم حاجة في السواقة الممارسة، أمارس كتير جدًا جوّه قلب المدينة اللي أنا عايشة فيها أو جوّه المحافظة اللي أنا عايشة فيها. ما ينفعش أول لمّا أتعلم السواقة جديد، أول لمّا أشطح أنطح، زي ما بنقولها كده في مصر. ما ينفعش أول لمّا آجي أعمل حاجة زي دي، أبدأ بحاجة صعبة جدًا زي إن أنا أسافر على طريق سريع. الممارسة هي إنِّك نمارس جوّه المدينة اللي إحنا فيها، ونلِف حوالين بيتنا، نلِف في المنطقة السكنية اللي إحنا عايشين فيها، نلِف في الشوارع اللي حوالين البيت، دي اسمها الممارسة، إن أنا بامارس وبانزل كل يوم أو يوم ويوم، على الأقل مثلًا نُص ساعة، ساعة، بعد الكورس لازم أنزل أكمّل ممارسة عشان أكمّل على الحاجات اللي اتعلمتها. وفي بعض البنات والستات بيبقوا فاهمين إن الطريق السريع ده أو اللي هو بيربط بين محافظة لمحافظة وطريق سريع والعربيات بتجري فيه قد يبدو ليك إن هو سهل، اكمني بقى الطريق سريع بقى والدنيا فاضية، مفيش زحمة المدينة من جوه، مفيش شوارع ضيقة، مفيش عربيات بتزنق عليكي أو ميكروباص أو توك توك أو حد يجي يكسر، فبيبان لك إن الطريق السريع قد يبدو سهل كده ولذيذ وسهل، لكن هو للأسف في منتهى الخطورة. ولو مش مصدقة كلامي اسألي أي حد بيسوق ومحترف وقولي له هل الطريق السريع سهل ولا صعب؟ هو مش بيبقى فيه صعوبة أو سهولة، هو بيبقى خطير والغلطة فيه بفورة. لازم علشان تسافري وتطلعي على طريق سريع مهم جدا تكوني اتمكنتي من السواقة جوه المدينة أو جوه المنطقة السكنية اللي انت عايشة فيها. يعني مهم جدا ان انت تكوني سوقتي في كل المواقف، سوقتي في الشوارع الفاضية وبعد كده سوقتي في الزحمة، طلعتِ كباري، نزلتِ أنفاق، دخلتِ شوارع ضيّقة، يعني قابلتِ كل الشوارع بكل أنواعها. كمان واحدة من العلامات المهمة اللي تقول لِك إن أنتِ بقيتِ كويسة، هي إنِّك الخوف بتاعِك والتوتر والقلق والحاجات اللي كنتِ بتحسّي بيها في بداية السواقة بدأت شوية، شوية بتقِل. كمان واحدة برضه من العلامات المهمة جدًا اللي تقول لِك إن أنتِ بقيتِ تمام، إن بقى عندِك سرعة انتباه بسرعة، وعندِك سرعة تحكُّم في العربية وثبات انفعالي كويس. كل الحاجات دي بتتضبّط لمّا بتمارسي كتير وبتتعلّمي السواقة كتير وبتنزلي مرّات كتيرة. لأن ردة فعلِك لأي موقف بيحصل معاكِ وأنتِ بتسوقي ده مهم جدًا، إن أنتِ فجأة لو حد فاجئِك بأي حاجة، لو ثباتِك الانفعالي مش كويس أو إن أنتِ ما عندكيش سرعة الرد إن تلحقي الموقف، طبعًا ده في منتهى الخطورة، وده بقى بتحتاجيه وبيبقى مهم جدًا لمّا بتيجي بتسوقي على الطرق السريعة، لأن زي ما قُلت لِك الغلطة فيها بفورة، فأنتِ لو مش ممارسة كتير وما سُقتيش كتير وبدأتِ تتدربي إن ثباتِك يبقى كويس وردود أفعالِك تبقى سريعة، طبعًا هيبقى في منتهى الخطورة إنِّك تسافري لوحدِك. مهم جدًا في الممارسة إن يكون في حد جنبِك في أول فترة، على الأقل أول أسبوعين 3 بيكون في عين تانية معاكِ على الطريق بتخلّي بالها من أي حاجة فجأة ممكن تيجي لِك أو تحصل، طبيعي أنتِ لسه بتبقي جديدة فلسه مش واخدة على الطريق أوي، وممكن تحصل حاجة أنتِ مش واخدة بالِك منها، فاللي جنبِك برضه بتبقى عين تانية معاكِ على الطريق ويخلّي باله من أي حاجة. كمان السواقة في الطرق السريعة برضه بتحتاج مدة طويلة، إن أنتِ بتسوقي مدة طويلة في السفر، يعني بتسوقي ساعتين، 3 على حسب المسافة اللي أنتِ هتسوقيها، فطبعًا أنتِ أساسًا في البداية لمّا بتيجي تتعلمي السواقة جديد، أصلًا بتبقى القعدة في العربية لمدة ساعة أو ساعة ونُص بالكتير، يعني الحصة بتاعتنا مثلًا أقصى حاجة ممكن نوصّلها ساعتين، أكتر من كده العميلة بتتعب وبتبقى مش قادرة، ضهرها ممكن يوجعها، ركابها، إيديها، أعصابها. لأن هي لسه مستجدة في الموضوع، فطبيعي جدًا إن أنتِ لسه جديدة في الموضوع، فأكيد جسمِك لسه مش واخد على القعدة في العربية، فمش أول لمّا تعملي حاجة زي دي تبدئي على طول إن أنتِ تنزلي تسافري أو تسوقي لمسافة كبيرة، طبعًا هتتعبي، ركبِك هتتعب وضهرِك هيتعب وجسمِك هيتعب، فالحاجات دي طبعًا بتأثّر عليكِ جدًا، فبرضه مش هيكون مناسب خالص إنِّك أول لمّا تتعلمي تسافري بالعربية.
فمن فضلِك لو أنتِ هتتعلّمي السواقة جديد، اوعي تستعجلي وتقولي يالّا أنا عايزة ألحق أتعلّم عشان هاسافر بيهم وأنا اللي هاسوق، علشان تقدري تطلعي على طريق سريع وتسافري. أنا شخصيًا باشوف إن مش أقل من ممارسة يومية جوّه المدينة أو المنطقة السكنية اللي أنتِ عايشة فيها، مش أقل من 3 أو 4 شهور ممارسة مستمرة. والممارسة المستمرة هنا مش بمعنى إن أنا في ال3، 4 شهور دي سُقت 5، 6 مرات أو 10 مرات، لأ، ده أنا بانزل يوميًا أو على الأقل يوم ويوم، ويكون بقى بانزل بشكل مستمر حتى لو نُص ساعة حوالين البيت كده، بس المهم إن أنا أنزل وأعوّد نفسي على العربية كل شوية، لأن الاستعجال في الحالة دي لا قدّر الله ممكن تعمل فيه مشكلة كبيرة جدًا، وأنتِ فاهمة إن السفر على الطرق السريعة سهل، لكن هو للأسف الغلطة فيه صعبة جدًا، وممكن لا قدّر الله يحصل لِك حادثة ترجعي تندمي عمرِك كله على الاستعجال اللي أنتِ عملتيه. أنتِ عارفة أنا أول لمّا جيت أتعلّم السواقة جديد كنت باسوق في قلب المنطقة بتاعتنا أو في المناطق اللي جنبنا، وما كانش عندي جرأة خالص ولا في دماغي خالص إن أنا ممكن أسافر وأطلع على طريق سريع. وبعد تقريبًا 5 شهور سواقة طلعت على 6 أكتوبر، وده كان بالنسبة لي مشوار، يعني في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها إن أنا أروح 6 أكتوبر ده كان مشوار، وطلعت على طريق سريع ساعتها وسُقت على المحور. ده كان على فكرة بالنسبة لي تحدي كبير وحاجة مش سهلة، لأن أنا كنت متعودة أسوق في وسط القاهرة عادي في الشوارع والأحياء بتاعتها وفي الزحمة في طرق عادية تمام ماشي، بس إن أنا أطلع على طريق سريع والعربية بقى تبقى بتجري منّي وأطلع على المحور ده كان بالنسبة لي على فكرة هو ده ما كانش سفر ولا حاجة، ده كان كلام أهبل، بس بالنسبة لي وقتها ده كان بالنسبة لي برضه حاجة صعبة، وكمان يعني كنتش لسه متعودة على الطريق ده، برغم إن الحمد لله كان بقى لي أكتر من 5 شهور باسوق جوّه المدينة والدنيا ماشية معايا تمام وزي الفل. فما تستهونيش أبدًا، أبدًا بالطرق السريعة، لازم تكوني سُقتِ كتير واتمرنتِ كتير، أهم حاجة بس إنِّك تمارسي ويحصل كل العلامات اللي قُلت لِك عليها دي، وإن شاء الله ربنا هيستر طريقِك. بلاش استعجال عشان ما ترجعيش تندمي. وبس كده.